أم جاسر من التيك توك للتمثيل والظهور في البرامج التلفزيونية. أم جاسر واللي أصبحت مشهورة وترند ونجمة السوشيال ميديا، وده طبعا بفضل فيديوهاتها الكوميدية. حققت نسبة مشاهدة عالية على التيك توك بفضل روحها الخفيفة وأفكارها الإبداعية. لم تقتصر شهرتها على المنصات الرقمية بس. النجم أحمد العوضي كتب كومنت وأعلن عن مشاركتها معه في عمل قادم. ردت أم جاسر في فيديو كان مليئا بالبهجة وكأنها احتفلت بنجاح جديد في مسيرتها الفنية. ودين النبي يا احمد يا عوض انا بحبك قوي. وفي حدث تاني كانت أم جاسر ضيفة في برنامج تفاصيل واللي بتقدمه الإعلامية نهال طايل. الحلقة حققت نجاح غير مسبوق بفضل خفة دم أم جاسر وأدائها الرائع. وأدائها أمتعنا جميعا عندما قامت بتقليد الفنان محمد رمضان بشكل كوميدي. نمبر 1 معايا كل شيء مباح. نمبر 1. بالإضافة إلى غنائها لأغنية لأم كلثوم بطريقة مليئة بالكوميديا والإبداع، وده اللي خلى الحلقة حديث الساعة وترند السوشيال ميديا في مصر. في العمر كله بوم بوم تش